السلام عليكم. اضطريت نشرح الموضوع بالعربيه ولا بالدارجه المغربيه غيكون افضل. حنا هنايا مع العيالات كاملين قررنا ندير واحد المشروع بحال المبادره الوطنيه اللي دارها الملك ديالنا في المغرب، ونشأ تعاونيات للعيالات باش يستافدوا منها اكثر واكثر ومنها يحققوا الدخل الفردي ديالهم. هنايا كن من بعد الخدمه في المغرب جيت لهنايا كمهاجره. بطبيعه الحال كان عندي الهدف ديالي هو نقابل الزوج ديالي والابن ديالي، لكن مع المده اكتشفت انهم لا داعي للمكوث في البيت فقط. من اجل هذا خصني ضروري ندير شي حاجه اللي تعود عليا بالنفع ليا ونحقق فيها ذاتي. كان الفكره ديالي مع العيالات اللي هنايا واحد اليوم من الايام حضرت لواحد الندوه في مدرسه ديال الاطفال اللي فيها مستر باسكال، على طرح لنا واحد الفكره ديال الارتيسبارتو، هو فن الحلفه او الدوم. فن الحلفه والدوم كما كيعرفوا الناس كاملين في المغرب، عندنا في الشمال المغربي ولا في الصحراء ديالنا المغربيه كيصنعوا منهم بزاف منتوجات تقليديه، منها الطبق، منها دابا ولاو هادو السكان عصريين، قفات عصريين، وبثمن هنايا اللي كنتفاجئوا به ان الثمن ديالها هنايا غالي في اوروبا. والناس اللي في المغرب وكينتجوا هذا الشيء عندهم كيفكروا ما لقاوش اللي حقق لهم هذا الهدف وخرج لهم المنتوج ديالنا المحلي تما لاوروبا باش تباع بهذا الثمن، علما انه في المغرب كيتباع بثمن رخيص. فجات الفكره علاش ما نجمعوش العيالات المغربيات واخا العدد ديالهم قليل هنايا في البلاصه اللي كنسكن فيها، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام كنتفائل باش يتزاد العدد ديالهم. فكرنا في نافارا، سيسما نافارا، فكرنا باش نديروا هذا المشروع، وشكرا البلديه ديالنا ديال سيسما اللي عاونتنا وعطاتنا المحل فين نخدموا هذا المنتوج ديالنا، وبالمساعده ديال الغوبيرنو ديال نافارا والاعضاء المشاركين فيها مدام ماري خوسي، مستر انطونيو، مستر باسكال، مستر ميغيل. اقترحوا علينا الفكره وقالوا علاش العيالات ما يستافدوش يخدموا مجموعين ويقدموا هذه الفكره في واحد المعرض كنديروه في 28 افريل في كل عام. كيديروا الصناعه اليدويه ديال الناس اللي ساكنين في هذه البلديه. اللي كنا كنشوفوا في المعرض كزائرات ان العيالات كيصايبوا حاجه يعني لا باس بها، النجاره، الصناعه التقليديه، الخياطه، داكشي ديال السربيتات، الطبيقات، هادشي ديال العود ديال اليد اللي ولا علامود دابا. وشنا حنا عندنا الحمد لله المغرب ديالنا متنوع، الافكار ديالهم متنوعه اكثر من هادشي. قلنا علاش ما ندخلوش حتى حنايا ونديروا نشاركوا في هاد الديا كولتورال ديال الارتيسبارتو ونقدموا حتى حنايا المنتوجات ديالنا. الاقتراح اللي اقترحوا علينا كمشروع هو اعشاش النحل، نظرا للاهميه ديالو، لانه كينتج النحل كينتج فيه اكثر العسل ديالو اكثر من الاعشاش الاصطناعيه، باعتبار هاد الاعشاش اللي غنصايبو بالحلفه الطبيعيه يعني غادي تعطي المنتوج اكثر. وفي نفس الوقت يمكن النحل ماشي غير يعطي العسل، ولكن الدور ديالو يبقى يتكاثر ويحافظ على التلاقح الطبيعي مع باقي العناصر الطبيعيه من الخضروات الفواكه اللي كاينين هنا غنيه بها الفلاحه في اسبانيا. كان هذا هو المشروع ديالنا، وكما كتشوفوا هنايا كنديروا ما يسمى بالتويزه كما في المغرب، كنجمعوا هذا الحلفه ولا وراونا الطريقه والبراكتيك كيفاش نقلعوها ما تكونش بطريقه عشوائيه، باعتبارهم هنايا كما في المغرب كدايرين وزاره المياه والغابات باش يحافظوا على البيئه، ما يستعملوهاش الاستعمال العشوائي والاستعمال المفرط. خرجنا مجموعين الحمد لله، كانت الخرجه زوينه ومع العيالات دازت الحقيقه زوينه. كنتمنى والله يكمل علينا في هذا المشروع ونحققوا ذاتنا ونحققوا النفع لينا ولغيرنا في هذه البلاد. وشكرا جزيلا.